والطقس ده كله على بعضه، الأوضة والأسلاك والشاشة، بيخلي الموضوع ليه هيبة، وده بيخلي الناس تصدق أكتر في قدراته الخارقة. وهنا بقى في مفاجأة تاريخية غريبة جدا. الراجل اللي اخترع الجهاز ده، ويليام مولتون مارشتون، هو نفس الشخص اللي اخترع شخصية وندر وومن في القصص المصورة. والله زي ما بنقول كده. حتى اخترع معاها حبل الحقيقة بتاعها اللي بيخلي أي حد يمسكه يقول الصدق. وده بيورينا قد ايه فكرة إجبار الناس على قول الحقيقة دي فكرة قديمة وموجودة في خيالنا، لدرجة إنها طلعت من الخيال للواقع. طيب كفاية كلام عن الأساطير والخيال، تعالوا بقى ندخل في الجد ونشوف المكنة دي نفسها بتشتغل إزاي بالظبط. ده التعريف العلمي الرسمي. خلينا نقف عند كلمتين مهمين قوي: مؤشرات فسيولوجية. لاحظوا إن التعريف ما قالش أبداً إنه بيقيس الكذب، لأ، هو بيقول إنه بيقيس ويسجل ردود أفعال الجسم، ودي أهم نقطة في الموضوع كله، وهنفضل نرجع لها. وهنا بقى بيت القصيد. شوفوا، البوليجراف مش بيقيس الكذب. ليه؟ ببساطة لأنه مفيش حاجة في جسمنا اسمها مؤشر الكذب، مفيش زرار بينور لما بنكذب. كل اللي الجهاز ده بيعمله إنه بيقيس حاجات زي سرعة النفس، ضربات القلب، ضغط الدم، العرق، يعني من الآخر بيقيس علامات التوتر والقلق. وبعدين يجي الفاحص يبص على الشخبطة اللي طالعة دي ويقول واضح إن في توتر عالي هنا، يبقى الشخص ده غالبا بيكذب. شايفين الفرق؟ الجهاز بيقيس والإنسان بيفسر، وده فرق زي السما والأرض. طيب الفاحص إزاي بيوصل الجسم للتوتر ده عشان يقيسه؟ عنده طريقتين مشهورين. الأولى اسمها سؤال المقارمة، يعني يسأل سؤال مباشر عن الجريمة: هل أنت اللي سرقت؟ وبعدها يسأل سؤال عام أي حد هيتوتر وهو بيجاوبه، زي هل عمرك كدبت على أهلك؟ الفكرة إنه يقارن مستوى التوتر بين الإجابتين. الطريقة التانية اسمها المعلومات المخفية، ودي ذكية شوية. بيسأل عن تفاصيل معينة في الجريمة، تفاصيل مستحيل يعرفها إلا اللي كان هناك، زي مثلا هل السلاح كان لونه أسود؟ ويشوف الجسم هيتفاعل مع المعلومة الصح ولا لا. طيب كل ده جميل، بس نيجي للسؤال الأهم: هل الكلام ده دقيق؟ العلم بيقول إيه عن دقة الجهاز ده؟ في الظروف المثالية، يعني جوه معمل وكل حاجة تحت السيطرة والتركيز على حادثة واحدة بس، الجهاز ممكن توصل دقته لحوالي 85%. طبعاً النسبة دي تبان ممتازة، لكن خلي بالكم من جملة الظروف المثالية، لأن الواقع مختلف تماماً. وهنا بقى القصة كلها بتتقلب. الدقة العالية دي اللي بنشوفها في المعمل، هل بتفضل زي ما هي لما نستخدم الجهاز ده في الواقع؟ يعني مثلا في فحص آلاف الموظفين عشان وظيفة حساسة؟ عايزاكم تركزوا كويس قوي في الجدول ده، لأنه بيلخص المشكلة كلها. بصوا على السيناريو اللي على الشمال ده، لو بنحقق في جريمة والمشتبه فيهم نصهم مجرمين فعلا، الاختبار هنا ممكن يساعد. لكن بصوا على السيناريو اللي على اليمين، وده الأهم، لأنه ده اللي بيحصل في الواقع لما بنعمل فحص عام. تخيلوا إننا بندور على جاسوس واحد بس وسط 10,000 موظف، وحتى لو الجهاز دقته عالية قول 90%، شوفوا النتيجة الكارثية. ممكن نلاقي 9 جواسيس